اسانسير عمارة اسماعيل ياسين. هو طبعا اتقهر موضوع الضرايب ده، يعني لانه كان كتير قوي. العمارة دي هل اتباعت ولا اتحجز عليها؟ حجز عليها. الاسانسير داخل الشقه، جوه الشقة. جوه الشقه. عبد الحليم هو زعل منه في العماره دي. احنا دلوقتي جوه عمارة اسماعيل ياسين اللي بناها بنفسه. انا من ساعه ما وعيت على الدنيا وانا في العماره دي. تمام. يعني من ساعه ما رحت وانا عندي سنتين كانوا في العماره دي. كان في قبلها كانوا في فيلا ورا العماره، كان في فيلا تبعه، بس دي باعها وبنى العماره. اتهدت الفيلا دي طبعا دلوقتي. دي اتهدت خالص وبقت عماره، وهو خد الدورين اللي فوق خالص عملهم فيلا. تمام. سلالم داخليه وكده، 8 فوق و8 تحت. دوبلكس. 8 اوض تحت و8 اوض فوق، بس اوض ايه بقى؟ يعني باين من المساحه. وهول بقى حاجه اسمها بعرض الشقه العماره، مش ريسبشن بقى، لا هول. حاجات كده يعني. وبعدين التراس اللي كان بتتعمل فيه حفلات بقى. تراس بعرض العماره كلها، من هنا لهنا. شفت العماره عريضه قد ايه؟ فكانت الحفلات بتاعت اعياد الميلاد بقى والكلام ده كله والعزايم والبتاع بتتعمل بقى في التراس الكبير قوي ده. وكان يتعمل ستيج ومسرح وبتاع فوق في الحته دي. حته ايه ده؟ بقول لك عرض العماره كلها بقى في سكان دلوقتي للاسف. عرض العماره انا نفسي اطلع. هوديك ان شاء الله. فكان بيتعمل ستيج يطلع فيه بقى محمد طه ومحرم فؤاد كل بقى اللي بيجوا يغنوا بقى. مين كمان؟ وعبد الحليم بقى. عبد الحليم غنى فوق العماره دي طبعا. الله. عبد الحليم هو زعل منه في العماره دي. قعدوا منقطعين تماما 13 سنه. 13 سنه. كان بيجي لاعياد الميلاد. في مره بابا عزمه فبعت الهديه بتاعت ياسين مع السواق. فهنا كانت القطيعه بقى. راح مرجع الهديه مع السواق وكلمه. انا ما بعزمكش عشان تجيب لي هديه. وشكرا. 13 سنه اتصالحوا بعد كده. عشان كده اصطلحوا في الاواخر خالص. جالنا البيت بقى الاخراني، وكنت انا كبرت بقى طبعا، شفته بقى وكنت مغرمه بعبد الحليم. فاصطلحوا. اللي صلحتهم على بعض الله يرحمها طنط مها صبري وطنط تحيه كريم، صلحوهم على بعض. في العماره ولا بره؟ لا في البيت اللي مات فيه ده في الاخر خالص. كنت بتطلعي من الاسانسير الاسانسير داخل الشقه، جوه الشقه. جوه الشقه. يعني الطرقه كده بتاعت الكوريدور بقى بتاع المرايات. كوريدور، وهنا بقى ريسبشن وهنا ريسبشن. هنا ريسبشن الضيوف وهنا ريسبشن بتاعنا اللي هو الاسانسير ده كان خاص باسماعيل ياسين بس ولا بالعماره؟ لا هو في العماره كلها، بس هو بيطلع الدور الثامن. شقتنا بقى. بيدخل على الشقه على طول. وباقي الشقق اللي تحت كان سمعت ان هو كان مأجرها؟ التأجير كان مأجر الشقق. العماره كلها ما فيها ناس. ايجار لناس. هي ملكه. فكلها متأجرة للناس. بنى العمارة كان مأجرها، مأجر الشقق اللي تحت والدورين بتوعه. وكان قاعد هو في الدورين اللي فوق 8 نوم بليفنج وبتاع، وتحت 8 ريسبشن كله بقى. طب بقى احكي لنا بقى عن تفاصيل العمارة دي، هل اتباعت ولا اتحجز عليها؟ حجز عليها. اتحجز عليها. هو باع بقى الدورين دول لوحديهم. ما باعش العمارة لأن هي تمليك. هي تمليك. العمارة بتاعته. بقول لحضرتك ساب الفيلا وبنى العمارة. تمام. الفيلا اللي اتولد فيها ياسين. باع الدورين دول لوحديهم. وسدد جزء من الضرايب بس مش كله. فالضرايب كانت حاجزة على 3/4 العمارة. تمام. لما توفى بقى ياسين وماما فوزية دفعوا ال3/4 وباعوا بقى العمارة. يعني العمارة في الآخر وخدوا هم الباقي بقى. اتباعت بعد وفاته. بعد وفاته. بس هي كان محجوز عليها وهو عايش. 3/4 اللي محجوز. 3/4 مش كلها. لأن هو لما باع الدورين اللي فوق دفع جزء. طيب أنا عايز أسأل سؤال، هي الفلوس دي كلها اللي كانت عليه جت منين؟ يعني أنا عايز يعني 300,000 جنيه هو ما كانش بيدفع ضرايب. وما يعني ما اعرفش بقى نظام المحاسبين بقى وايه، ما عنديش فكره. اللي انا اقصده، هل مثلا ده كان ظلم؟ الضرايب دي كلها كانت ظلم ولا كان فعلا؟ لا ما اعرفش. هو طبعا اتقهر موضوع الضرايب ده، يعني لانه كان كتير قوي. بس هو ما كانش بيدفع.
طب ما كانش فيه مثلا تقسيط؟ ما تواصلش مع حد لا. حاول يحل له لا الموضوع؟ لا، هو اللي حصل ان هم حجزوا على عماره وسكتوا على كده. فخلاص مفيش مشكله. ما حاولش حجز على عماره. ما حاولش ما حاولش يحل بقى ولا ما عرفش؟ لا ما حاولش. احنا جت سنه 67 بقى النكسه والبتاع، فكله جري بقى على لبنان. ايه اكتر ذكريات ليكي في العماره ما تقدريش تنسيها؟ ما هو زي ما بقول لك ان معظم الناس الفنانين بتوع زمان الكبار دول كانوا على طول معانا، ومن ضمنهم نيلي وفيروز ومامتهم. لسه شايفه صور قريب عندي ليهم معانا في البيت، وعبد الوهاب الله يرحمه ومراته وولاده. يعني لا ناس كتير جدا يعني. تفتكري اللحظه اللي سبتوا فيها العماره؟ افتكر لان كان بابا حزين قوي. اه. وبعدين احنا لما رحنا العماره التانية الاخرانيه دي كانت اصلا هي موجوده، بابا مأجرها لماما فوزية معهد. دي كانت أصلا مأجرها معهد رياضي وكوافير بتاع ماما فوزية. ففكرنا إن إحنا لما نوضبها وتبقى شقة بقى، وهي شقة 8 أوض يعني أو 7 وهول كبير يعني، وبرضه مطبخ وأوفيس كبيرة، مش حاجة فقيرة يعني نص اللي كنا فيه، نص الليفل بالظبط. كنا في 16 بقينا في 8. فكان زعلان طبعا. احنا هنسيبها يعني، هنسيب بعد كده ابتدى بقى يبقى هو في النازل. احنا رحنا بس الاول على ما الشقه تتوضب. قعدنا في العروبه. اصل في ناس بتقول ان العروبه دي فيلته. لا فعلا دي كانت شقه 9 اوض بسلم بجنينه بكله. دي كانت ايجار برضه. تمام. اجرناها 9 شهور. لكن دي برضه مش تملك. لا ما يمتلكهاش. طب انتوا دلوقتي بقى انتقلتوا للعماره بتاعت 26 يوليو اللي هي قدام السنترال. بعد ما قعدنا 9 شهور في العروبه، الفيلا اللي في العروبه دي، رحنا بقى كانت اتوضبت بقى شقه الزمالك الاخرانيه دي وقعدنا فيها. عاش فيها قد ايه بقى؟ قعدنا فيها بقى من 64 لغايه ما توفى 72. بس في 3 سنين في النص بتوع النكسه قعدنا في لبنان. من 67 ل 70. قال ان هو قعد فيها سنه، عشان كده بصحح المعلومه. سنه؟ لا انا دي ما سمعتهاش. يعني قعدتوا فيها وقت كتير؟ قعدنا فيها كتير طبعا. برضه تفتكري فيها ذكريات او حاجه غير الذكريات الاليمه احنا هنروح لها كمان؟ لا وكان فيها ذكريات لان برضه معظم الناس دي كانت بتجيلنا هناك. كانوا برضه معاها ما سابوهوش. ولا طنط دريه ولا طنط معها صبري ولا فريد يعني. انا مش قادر افتكر ناس كتير قوي اصلهم يعني. هم كلهم كانوا يعتبروا شله يعني واحده مترابطين كلهم مع بعض يعني. طبعا عبد السلام النابلسي برضه في لبنان بالذات كمان كان معانا كتير. طيب قوي. لغايه ما توفى واحنا هناك كنا في لبنان. وبقول لك فؤاد وشويكار كانوا بيجوا لنا في البيت الاخراني ده. نور الدمرداش الله يرحمه وماما نونا كريمه فاكراهم برضه انا. ناس كتير قوي يعني. ما سابوهوش لوحده يعني. حتى محمد عوض الله يرحمه برضه جالنا البيت كذا مره، رغم ان دول مش من الاصدقاء القدام يعني، دول الناس الجديده دول. مين اكتر حد بقى كان واقف معاه او كان صاحبه يعني انتيم؟ مين؟ هو طبعا فطين الله يرحمه وابو السعود البياري محمود المليجي. الناس دي ما كانوش بيفرقوه يعني. هو بعد وفاه فطين هو